بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه، صلي على النبي في الكومنتات، وادعي لاخواتنا في غزه، واعمل اللايك الجميل. تعالوا مع بعض بقى نقول لكم الاخبار اللي معانا. طبعا الاخبار اللي معانا في البدايه تخص نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا، بمعنى اصح نادي الزمالك خلاص قرب يعلن افلاسه. معنى ان مفيش فلوس في نادي الزمالك ومشاكل كبيره جدا تخص نادي الزمالك. اولها مشاكل تخص بنتايج، تخص شوكو بانزا، وان الفينا، وداي الدباغ، ادم كيد. كل الصفقات اللي جت في مشاكل كتيره جدا تخص نادي الزمالك. طبعا المشكله اللي معانا دي تخص بنتايج. بنتايج وكيل اللاعب عمل حاجه، او وكيل اللاعب طلع بتصريح وقال وكيل اللاعب ارسله انذارا لنادي الزمالك ان اللاعب سيقدم بشكوى لفسخ التعاقد خلال 10 ايام اذا لم يحصل على المستحقات الماليه، وذلك في حال عدم الجلوس احد من المسؤولين مع اللاعب بمحاوله حل هذه الازمه. بمعنى صح بنتايج هيقدم شكوى في خلال 10 ايام الفتره اللي جايه لو مفيش حد من اداره نادي الزمالك قعد مع اللاعب وحل مشكله المستحقات بتاعه اللاعب. طبعا في اللي هو خبر ده شيكو بنزا يعني اداره اللاعب او وكيل اللاعب واداره النادي عملت حاجه. خطبنا نادي الزمالك من قبل الحصول على مستحقات متاخره بشان شيكو بنزا ولم يرد علينا، وهذا الامر مؤسف، ولذلك قدمنا شكوى بالفعل في الفيفا، والفيفا لم يخاطرنا بعد اطلاق القيد. يعني بمعنى صح النادي بتاع شيكو بنزا راح لنادي الزمالك اتكلم معاه، هل في فلوس الفتره دي؟ طيب حد يقعد معانا، حد يتكلم معانا. النادي ما اتكلمش معاه، فالنادي راح قدم شكوى في الفيفا بالفعل، بس الفيفا ما ردتش عليه. بمعنى صح استنى شويه، لسه النادي مشاكله كتيره، النادي عنده ازمه ماليه كبيره، فبمعنى صح استنى شويه. يعني اللي بيحصل في نادي الزمالك ده بجد حاجه مؤسفه جدا، من اداره، من مديرين، من اعضاء، من رجال اعمال. اللي انا اعرفه ان نادي الزمالك بينهار حرفيا، وحاجه غريبه جدا، حاجه مشكله جدا في نادي الزمالك. طبعا القاهره 24 خزينه نادي الزمالك يوجد بها 15,000 جنيه. حاجه غريبه جدا، حاجه ما يتوقعهاش عقل. نادي الزمالك، نادي بحجم الزمالك الخزنه بتاعته 15,000 جنيه. نفسي اعرف دخل نادي الزمالك منين؟ هل نادي الزمالك الدخل بتاعه متوقف على ارض اكتوبر؟ ده حاجه غريبه جدا لما يكون نادي بحجم نادي الزمالك عنده لا يعني مجالات في كل الالعاب، عنده تنس، طاوله، عنده طايره، عنده يد، كره قدم، عنده كل ده، عنده اعضاء. انت عندك اعضاء بيدفعوا يعني راتب عشان يعملوا اشتراك في عضويه نادي الزمالك. الفلوس دي كلها فين؟ محدش يعرف. نادي الزمالك بحجم نادي الزمالك 15,000 جنيه. يعني انت لو جيت تتكلم مع اي حد دلوقتي يقول لك انا مرتبي دلوقتي اعلى من نادي الزمالك، انا باخد 20,000. ده نادي الزمالك بحجمه كله 15,000. فين الاداره؟ مين المسؤول؟ هل المسؤول الاداره اللي فاتت ولا الاداره دي؟ مين المسؤول عن اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ الخراب اللي بيحصل في نادي الزمالك اما يكون شيكو بنزا مقدم بشكوى بالمستحقات لسه لاعب جاي، وانا الفينا مقدم، وداي الدباب مقدم، التايت مقدم، كل الناس دي عايزه مستحقات. جون ادوارد يعني برضه جون ادوارد ما عندوش ازمه، هيعمل ايه؟ لعيبه جاب لك لعيبه، مدرب جاب لك مدرب. انا من وجهه نظري المدرب ده ما يكملش، لان المدرب مش المدرب اللي يستحق. بس في حاجه قالها مهيب، يعني تعالوا نسمع كده معانا مهيب قال ايه بالظبط على المدرب ده. احنا وصلنا ان المدير الفني الاجنبي كده مهيب قال ايه؟ عايز يدي فلوس للعيبه، وقال لهم لو حد محتاج فلوس انا اسلفه. ده يانيك فيريرا اللي انا وغيري بيطالبوا برحيله. ده الكلام اللي قاله استاذ مهيب في البرنامج بتاعه. قال المدرب يعني فيريرا
طلب من اللاعيبه، قال اللي محتاج فلوس انا هديله، بس نركز في الملعب. يعني ما شفتش مدرب بصراحه بيعمل كده، على الرغم من الاداء السيء اللي بيعمله. مدرب اداء سيء الفتره اللي فاتت، ما اداش اي افاده، ما اداش اي حاجه لنادي الزمالك، بس عمل حاجه كويسه جدا افادت نادي الزمالك، اللي هي قال للعيبه كده، قال لهم اللي محتاج فلوس يكلمني وانا هديله، انا هدي اللعيبه فلوس، بس نركز في الملعب. صراحة دي حاجة أشيد بيها لمدرب نادي الزمالك فيريرا، إن هو قال كده فعلا، والكلام ده فعلا حصل، يعني حاجة أشيد بيها فعلا. عندك نيجي بقى لإخوان قلبنا. إخوان قلبنا قال في خلال أسبوع لو ما حدش اتكلم معايا، ما فيش مستحقات جات لي، أنا هفسخ عقدي مع نادي الزمالك. يعني الفترة اللي جاية ما تستغربش لو إخوان قلبنا يعني قال نادي الزمالك مع السلامه، انا عايز امسك العقد، عايز امشي، لان مفيش فلوس. كل اللعيبه بطل له فلوس، لان ده الدخل بتاعه. انا لاعب كوره ما عنديش دخل غير ان انا بلعب كوره باخد عليها فلوس. اللعيبه لحد دلوقتي ما خدتش فلوس. انا عداد دباغ ما خدش، وان قلبنا ما خدش، فيكو بنزا ما خدش، بنتايك ما خدش، ادم كاب ما خدش. اللي هم اصلا اللعيبه اللي انت جايبهم، انت جايب لعيبه عشان خاطر تديهم فلوس، لحد دلوقتي ما خدوش اي مستحقات، وده عامل ازمه كبيره في نادي الزمالك، وعامل مشكله كبيره في نادي الزمالك. قله الفلوس، الفلوس ده مين اللي مسؤول؟ انا من وجهه نظري المسؤول الاداره السابقه اللي فاتت، والاداره دي، الاداره اللي فاتت اللي هي سابت المشكله، والاداره دي برضه مسؤوله. انت هتحط مشكلتك كلها ارض اكتوبر، ارض اكتوبر لما ترجع هتفك مشكله كبيره في نادي الزمالك، هتفك مشكله، بس هل انت دنيتك كلها وحياتك كلها مبنيه على ارض اكتوبر؟ يعني انت كنادي، يعني سياستك كلها طب ما انت الارض معاك من 2004، 2004 لحد النهارده فين؟ ما عملتش بقى اي حاجه، ما عملتش بقى اي نشاطات، ما عملتش بقى اي انتاجات اللي انت تعمل ده. يعني انا نفسي افهم انتوا كمسؤولين في نادي الزمالك انتوا بتعملوا ايه؟ مالكوش ان انتوا تبقوا مسؤولين في نادي الزمالك، مش حق نادي بحجم نادي الزمالك تقولوا له بالطريقه دي، لا. انتوا فين؟ دخل نادي الزمالك لما كنا نادي بحجم نادي الزمالك الخزينه بتاعته 15,000 جنيه. نفسي اعرف انتوا كاداره كده، على الرغم ان نادي الزمالك موجود فيه رجال اعمال. يعني المفروض ان نادي الزمالك في خلال اسبوع يبقى عشان يسد المستحقات، مستحقات لعيبه، مستحقات مدرب، مستحقات للانديه، مستحقات لاعضاء، كل ده عايز تجيبها نادي الزمالك الفتره اللي جايه. الزمالك محتاج 250 مليون دولار. يعني انت بتتكلم في ربع مليار. الزمالك محتاج الفتره اللي جايه 250 مليون دولار. انت بتتكلم في ربع مليار عشان خاطر نادي الزمالك يسدد مستحقات لعيبه، يسدد مستحقات مدرب، مستحقات الانديه اذا كان قروض، عشان يبدا من جديد، مش عشان يجيب ولا صفقات ولا مدرب ولا لعيبه ولا اي حاجه. ده عايز 250 مليون عشان خاطر يبدا من البدايه او يبدا من الصفر. عشان تقدر تمشي المدرب ده، كل الناس بتطالب ان فيريرا يمشي، طب انت عشان تمشيه فيريرا ليه 4 شهور ما خدوش؟ اذا كان الشرط الجزائي فيه مثلا 3 شهور، انت بتتكلم في 7 شهور، انت اصلا ما معكش تديله ال4 شهور، تديله 7 شهور. انت بتتكلم، الناس دي بتتكلم ازاي؟ نادي الزمالك فعلا بيمر بازمه رهيبه جدا. يعني ارض اكتوبر دي لو رجعت هتحل مشكله كبيره لنادي الزمالك. لما بتبص ان انت اللعيبه اللي موجوده، الكواليتي اللي موجود دلوقتي اللي هو بيلعب، يعني هو ما اداش افاده جامد برضه، بيلعب دلوقتي عايز فلوس، مفيش فلوس. فين فلوس نادي الزمالك؟ بالنسبه لنادي الزمالك بيمر بازمه رهيبه جدا. باذن الله ارض اكتوبر ترجع لنادي الزمالك وتقدر تتحل المشكله دي لنادي الزمالك، لان فعلا نادي الزمالك يعني ما ينفعش يبقى الدوري المصري من غير اهلي وزمالك، لازم يبقى الزمالك موجود. دي المشكله بتاعت نادي الزمالك من شيكو بنزا، عداد دبال، مشاكل كتيره جدا بيمر بيها نادي الزمالك، وان شاء الله تتحل في اقرب وقت. نيجي معانا بقى اللي هي الاخبار الغريبه جدا، او مثلا خبر كمان اللي هو جو ادوار.
في ناس كتيره جدا قالت جون ادوارد المفروض ان هو يمشي. طيب جون ادوارد يمشي ازاي وهو يعني الراجل عمل لك إيه؟ جاب لك مدرب، جاب لك لعيبه، كان بعيد النظر، يجيب لك كل الصفقات، يمشي ازاي؟ المشكله مش في جون ادوارد، المشكله في الاداره نفسها. الاداره نفسها انت اديت جون ادوارد، جون ادوارد قال لك انا هجيب لاعب هياخد مثلا مليون و500,000، انت قلت ماشي هاته. طب هو اللي جاب لك فين الفلوس؟ مفيش فلوس، ليه؟ لان انا معتمد على الارض. فالمشكله مش في جون ادوارد، المشكله في اداره نادي الزمالك، ان هي اداره فاشله، اداره مش عارفه تدير اي حاجه، اداره قاعده بمعنى صح زي حسين لبيب قاعد كده ما بيعملش اي حاجه. انا حتى اتفق جون ادوارد اتفق مع كابتن حسين لبيب ان يانيك فيريرا مكمل لان ما فيش فلوس اصلا في الدفاع، فالمدرب ده اجباري مكمل مع نادي الزمالك. يجي معانا طبعا للخبر اللي معانا بعد كده، اللي هي الاخبار والاشاعات الكاذبه. ساعات الكاذبه ازاي؟ طبعا في ناس كتيره وفي كلام كتير اتكتب على السوشيال ميديا ان قفشه عمل خناقه مع كابتن عماد النحاس والنادي الاهلي، بيدور على عقد قفشه لان قفشه يمشي في يناير لانه عامل مشاكل والكلام ده كله. وطلع الكابتن خالد الغندور ونزل بوست وقال ده في خناقه في نادي الزمالك ومشاكل في نادي قصدي خناقه في النادي الاهلي ومشاكل في النادي الاهلي بسبب قفشه، وقفشه اتخانق مع الكابتن عماد النحاس وعمل مشكله. طلع ده كلها اشاعات في النادي الاهلي، وان ولا في خناقه ولا في اي حاجه، وطلع الكلام ده كله كده، ولا قفشه اتخانق مع الكابتن عماد النحاس ولا عمل اي حاجه. حتى طلع الكابتن خالد ونزل اعتذار وكتب ايه بقى؟ كل الكلام او الكلام اللي كان مكتوب على السوشيال ميديا ومنتشر في كل الاماكن ان محمد مجدي قفشه اتخانق مع الكابتن عماد النحاس وتم عرضه للبيع، طلع كله غلط ومش حقيقي. وانا بعتذر للكابتن قفشه وبتمنى لها كل التوفيق لانه انسان محترم وخلوق الكل قبل ان يكون لاعب كبير، اتمنى اقبل اعتذاري. بمعنى صح الكابتن خالد القندوق طلع واعتذر للكابتن محمد مجدي قفشه على الكلام اللي اتقال عليه، ان كل الكلام اللي اتقال في السوشيال ميديا والصحف كل كلام كده ملوش اي اساس من الصحه. طبعا الكلام الكذب او الاشاعه اللي طلعت برضو كولر. كولر طبعا في مواقع طلعت وقالت ان كولر طلع في صحيفه سويسريه وان اتكلم عن النادي الاهلي ان كان في مشاكل وان النادي الاهلي مش محقق فيه اي المطالب اللي هو محتاجها وان النادي الاهلي فيه مشاكل كثيره جدا. وبرضه قال لو انا هرجع النادي الاهلي، لو النادي الاهلي طلبني تاني هرجع. كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. طلع مين بقى اللي اتكلم وقال الكلام ده؟ الكابتن شوبير، وطلع على قناه النادي الاهلي وقال ان كولر ازاي يتكلم على النادي الاهلي وانه مش موفر له اي مشاكل او مش موفر له اي ظروف تساعده، مش موفر له لعيبه، مش موفر له الحاجات اللي هو بيطلبها. طلع الكلام ده كله برضه اشاعات وان كولر ما قالش كده. وطلع الكابتن شوبير واعتذر برضه، اعتذر عن خبر حديث كولر مع احد القنوات السويسريه ذلك بعد التاكد من عدم صحه قرار اعتذاري. واكرر اعتذاري بمعنى صح ان الكابتن احمد شوبير طلع واعتذر وقال ان كل الكلام اللي اتقال من كل ده اشاعات، مفيش الكلام ده خالص، ملوش اي اساس من الصحه. نيجي بعد كده للخبر اللي معانا، ده يخص مين بقى؟ الخبر ده يخص ابراهيم مايلي او فيستون مايلي. فيستون مايلي طبعا الفتره دي ان فيستون مايلي خلاص العقد بتاعه انتهى مع بيراميدز في يناير اللي جاي. هل النادي الاهلي فعلا بيتحرك لفيستون مايلي؟ فعلا في كلام ان النادي الاهلي عن طريق بس مش اكيد عن طريق وكالات كلموا مع فيستون مايلي ان هو هيجي النادي الاهلي. فيستون مايلي بياخد قد ايه؟ فيستون مايلي بياخد حوالي 60 مليون في السنه، يعني 60 مليون جنيه في السنه، يعني انت بتتكلم في مليون دولار في السنه. يعني فيستون مايلي عقده مش كبير مع نادي بيراميدز، فهو قال لنادي بيراميدز ان هو عايز يزود العقد بتاعه لحوالي 2.5 مليون دولار عشان خاطر يكمل او يجدد عقد. النادي لحد النهارده ما عرضش عليه اي حاجه خالص لحد دلوقتي، ما اتكلمش معاه اي حاجه. هو اللاعب العقد بتاع في يناير والنادي الاهلي فعلا بيتحرك ان هو يجيب كريستيان مايلي لان اللاعب عامل اداء كويس جدا في الفتره دي.
مع نادي بيراميدز، وعامل شغل جامد مع نادي بيراميدز، ومن المهاجم من افضل المهاجمين في الدوري، او من افضل المهاجمين في افريقيا. مفيش مهاجم زيه بصراحه في الفتره دي. ففي تحرك من ناحيه النادي بس عن طريق وكلاء، مش كلام اكيد من النادي الاهلي. لان طبعا بيراميدز راحت اتكلمت مع مين؟ مع اليو ديانج. في الفتره دي طبعا اليو ديانج تجديدات من النادي الاهلي. اليو ديانج الاهلي عرض عليه مليون ونص دولار، لا انا عايز 3 مليون. فبيراميدز عرض على اليو ديانج هياخد 3 مليون دولار صافي، صافي اعلانات صافي ضرائب. يعني هو ياخد 3 مليون دولار صافي ضرائب صافي اعلانات. طبعا النادي الاهلي شاف بيراميدز بيتكلم مع علي دنج، الاهلي اتكلم مع فيستون مايلي. فهل فيستون مايلي جاي الاهلي ولا لا؟ لسه ما تتفاجئش لو فيستون مايلي لقيته في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. استنونا في اخبار جديده، بس ما تنساش تعمل اشتراك للقناه، تعمل اللايك، صلي على النبي في الكومنتات، وتدعي لاخواتنا في غزه. واستنونا في اخبار جديده ان شاء الله.